العيد خلاص على الابواب، واهم اكله بنعملها في العيد هي الممبار، وانا قررت ان انا هقول لكم كل التريكات اللي تخلي الممبار حلو وكمان ما يفرقعش. اول حاجه انا هفرم البصل، وهنا انا هعمل 2 كيلو ممبار فجبت 2 كيلو بصل. واهم حاجه يا جماعه احنا مش عايزين البصل يتفرم قوي، يعني يبقى زي ما انتم شايفين وفي نفس الكبه يا جماعه بنفس البهاريز بتاعه البصل هنبتدي نحط الطماطم، وهبتدي افرمها على خفيف كده لان انا عايزاها تبقى قطع صغيره مش معصوره. نيجي بقى للخطوه اللي عليها جدل كبير، في ناس بتقول لا نسبك، لا ما نسبكش وكله نايف نايف، ولكن انا بالنسبه لي بحب اخد نص كميه البصل ابتدي اشوحها في حته من السمنه البلدي معاها شويه من الزيت، ولما تاخد اللون البني اللي انتوا شايفينه اكون مقطعه شويه من الفلفل الحامي وشويه توم، واديهم تقليبتين حلوين كده مع بعض مع رشه من الفلفل الاسود، وبعدها انزل الطماطم واقلبهم كويس قوي مع بعض واسيبها بقى على نار هاديه براحتها خالص. وانا اهم حاجه عندي ان انا اخد طعم البصل المكرمل مع الطماطم والفلفل وهنا شكلها بعد ما بتخلص، وطبعا انا كل ده ما حطيتش اي توابل. نيجي بقى للتحضير، انا حطيت بقيه البصل الني عليهم الخلطه اللي احنا عملناها. وقبل ما اكمل يا جماعه ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو لان انا بجد تعبت في الفيديو ده قوي. المهم انا حطيت الرز وكمان الخضره وابتديت ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض، وعايزه اقول لكم ان انا هكتب لكم كل تفاصيل المقادير تحت الفيديو. ونيجي بقى يا جماعه لخطوه البهارات، وعايزه اقول لكم ان انا ما حطيتش بهارات كتير خالص، هم يا دوب شويه الملح وشويه الفلفل الاسود معاهم كمان شويه من الكزبره وكمان شويه من البابريكا، وبس على كده انا مش عايزه اكتر من كده. في ناس كمان بتحب تحط 7 بهارات كل واحد وعلى كيفه، وطبعا في الاخر ما ننساش شويه الزيت عشان الرز يفلفل كده ويبقى خلاص حلو. اديت التقليبتين الحلوين، واسمعوا بقى نصيحه مني كده، سيبوا الخلطه دي على جنب حوالي نص ساعه، انا عايزه كل حاجه تتعرف على بعض. وعايزه اقول لكم ان ريحه الخلطه من غير حتى ما تستوي كانت تحفه. المهم يا جماعه جبت الممبار بعد معاناه في تنظيفه، انا قعدت انضفه كتير جدا عايزه اقول لكم، ولكن كله يهون من اجل طبق الممبار بتاع اول يوم العيد. المهم ابتديت ان انا احشي الكميه كلها، وفي الوقت ده كنت سايبه الميه بتغلي على النار. وطبعا هتقولوا لي هي ليه الميه شكلها عامل كده او ايه اللي جوه الميه اصلا؟ يا جماعه الحله اللي انا كنت مسبكه فيها الطماطم من غير ما اغسلها بهرزها كده مليتها ميه وسبتها لحد ما تغلي، انا بس في الاخر زودت شويه ملح وشويه ورق لورا. المهم بعدها ابتديت ان انا انزل الممبار واحده واحده زي ما انتم شايفين كده علشان الحتتين اللي في الاخر دول يقفلوا على بعض، وسبتها بالظبط يا جماعه على النار حوالي ساعه الا ربع كده. وهنا يا جماعه بعد ما الممبار استوى عايزه اقول لكم الريحه كانت خطيره، وزي ما انتم شايفين الرز كان مفلفل وحلو، وكمان الممبار نفسه كان طعمه حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان دي اظبط طريقه للممبار انا جربتها، وطبعا انا حمرت لي شويه لان انا ما قدرتش اقاومه خالص، وطبعا الباقي هسيبه للعيد.